رايح اشتري لابتوب استيراد من مول البستان، اديني نصايحك. انا اول مره رحت اشتري فيها لابتوب استيراد من مول البستان كان في 2018، والمول ساعتها كان قرب يقفل لان الدنيا كان فيها قلق. دخلت اقول لصاحب المحل عايز لابتوب مواصفات كذا، قال لي تمام هطلع اجيبه لك فوق من المخزن. طلع جاب لي اللابتوب من فوق من محل صاحبه، ونزل باعه لي تحت باغلب 1500 جنيه. فده اسمه سمسره واستغلال مش شطاره من التاجر. فانا هقول لك على 5 نصايح ذهبيه خلاصه خبره سنين. واحد، ما تقولش للتاجر انا عايز لابتوب فرنجي كذا، لان انت لو قلت له لا فرنجي 7000 جنيه وهو عنده لا ب 6000 هيبيعه لك ب 7000 ويكسب فيك فرق الكلمتين دول. انما تقول له انا عايز لابتوب بمواصفات كذا. تاني حاجه، كل كلمه التاجر يقولها لك تتكتب في فاتوره. لو قال لك ضمان استبدال خلال 3 شهور لازم تتكتب، لان التاجر سهل يرجع في كلامه انما الفاتوره لا. تالت حاجه، البطاريه جربها بنفسك، لان اغلب اللابات الاستيراد بتقعد نص ساعه والسلام، ومعظم التجار مش بيديك ضمان على البطاريه. رابع حاجه، اقل مواصفات للبرامج الهندسيه. تجيب اي معالج انتل جيل سادس مع كارت شاشه 4 جيجا فعلي، بلاش بقى معالج جيل رابع وجيل خامس، الحاجات دي خلاص بقت منتهيه الصلاحيه. خامس حاجه، ما تنخدعش في الشكل الخارجي لللابتوب. الجهاز ممكن يكون شكله زي الفل من بره، بس ممكن يكون ملعوب في البورده ومعمول لها صيانه كتير. فشوف حاله اللابتوب الداخلي قبل ما تشوف الشكل الخارجي. ولو انت اول مره تشتري خد معاك حد فاهم. احكوا لنا في الكومنتات تجربتكم مع مول البستان.